في نص الملعب مروان عطيه لا غنى عنه. مروان عطيه لا غنى عنه في تشكيل الاهلي في اي لقاء. راجل ملتزم وراجل يعني بيلعب الدور باعلى مستوى. فمروان عطيه وجنبيه حمدي فتحي زي اللي بدأوا الماتش بتاع انتر ميامي. الفكره بقى ان في غياب امام عاشور، هل هيرجع لخطه ان هو هيخلي محمد علي بن رمضان موجود في الملعب وزيزو وتريزيجيه و وسام ابو علي، ولا ممكن يفكر في مواجهه البدني بتاع الفرقه ديت والسرعات بتاعتهم وضغطهم العالي، ان هو ممكن يخلي ان محمد علي بن رمضان موجود وكمان معاهم ديانج، يبقى 3 مدافعين في نص الملعب، ديانج ومروان عطيه وحمدي فتحي، وقدامهم محمد علي بن رمضان، وبعد كده يبقى تريزيجيه ووسام ابو علي. اعتقد ده الانسب. ممكن المدرب يعتمد فعلا لسه زي ما هو على المجموعه اللي لعبت او اللي بدات بعد الدقيقه 10 من الشوط الاولاني في ماتش انتر ميامي، بوجود زيزو ووجود محمد علي بن رمضان في نص الملعب، وزيزو على اليمين وتريزيجيه على الشمال وامامه وسام.